ازيكم يا شباب؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ماذا لو ستان لي اخترع باتمان. يا ترى قصته هتكون عامله ازاي وشكله هيبقى عامل ازاي؟ النهارده هنتكلم عن ماذا لو ستان لي اخترع سوبرمان. يا ترى كان هيعمل ايه وقصته هتكون ازاي؟ بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. ويلا بينا. في مجرة بعيدة في كوكب لا يعرفه إنسان، كان هناك رجل يدعى سولدون يقف بجانب زوجته فيولا. مراته بتشتكي إنه بيقعد فترة طويلة في التدريب لدرجة إنه مبقاش مهتم بيها، رغم إن جسده مثالي ومش محتاج التدريب ده كله. سولدون بيرد: شكرا على كلامك الحلو يا حبيبتي، بس انتي عارفة كويس أنا بتدرب ليه، ولا نسيتي أعضاء فرقتي عاملين إزاي؟ فيولا بتجاوبه: اللي أعرفه إني بحبك بس. سولدون بيحضنها وبيجاوب: وانتي برضو عارفة قد إيه أنا بحبك، بس انا مجبر اتدرب واطور من نفسي عشان الباقي قاموا بتعديلات في جيناتهم خلتهم اقوى واسرع. مش هكون انا اضعفهم، لازم اعوض اللي عملوه بالتدريب، لازم اكون الاقوى الافضل. بيودع مراته وبيلبس عباءته، بينط من الشباك منطلقا للانضمام لفرقته، وهو طاير في الفضاء عبر المدينه بيبدا يكلم نفسه وبيقول: العباءة الجديدة اللي ادوهالي في المختبر هي اهدى عباءة لبستها لغاية دلوقتي، حتى وهي بتعمل بكامل قوتها، مش بتطلع همسة واحدة، مفيدة جدا للتسلل والقبض على المجرمين من غير ما يلاحظوا. فعلا مفيش حاجة العلم ما يقدرش يحققها. بيوصل اخيرا للمكان اللي فيه فرقته، بينزل جنبهم وبيبدأ كلامه قائلا: اخبروني بالوضع الان. واحد من الفريق بيرد: اختطاف رهائن، مجموعة من الارهابيين خطفوا مركبة في رحلة لمكان سياحي، عدد الرهائن المخطوفين حوالي 200. سولدون بيبدأ في التحرك اتجاه الخطر، ولكن فرقته بيمسكوه، بيقولوا له انه اضعف منهم بكتير، هم معدلين جينيا ولازم يواجهوا الارهابيين الاول، مش هتقدر تعمل اي حاجة ايها الرجل الصغير. سولدون بيحس بالاهانة، كرامته بتنجرح، وده بيخليه يندفع غاضبا داخل المركبة. بيواجه الارهابيين واحد ورا التاني، بيتفادى طلقاتهم. سولدون لوحده بيوقف المجرمين، باقي فريقه بيندهشوا من قوته، بيعتذروا له، والكابتن بنفسه بيشكره على شجاعته. في مكان اخر في احدى السجون، واحد من المساجين اسمه كوراك بيقدر يفتعل مشاجرة بين المساجين، بيستغل انشغال الحراس وبينقض على واحد فيهم بيخنقه، بيسيبه بضربة قوية بتفقده الوعي، وبيسرق عباءته ليستخدمها هربا من المكان. وهو بيطير بيقول في غيظ: حان وقت الانتقام ممن وضعني في هذا السجن القذر. بعد ساعات قليلة بنشوف كوراك بيقتحم بيت سولدون، وده بيفزع مراته فيولا اللي كانت بتعد الوجبة المفضلة لجوزها. بيربط مراته وبيقول لها: ما تقلقيش، انا مش عايزك انتي، انا عايزك بس تتفرجي على جوزك وانا بقتله. فجأة صافرات الانذار بتضرب، كوراك بيدرك ان الشرطة بتقرب من المكان، مفيش وقت يستنى سولدون، فبيقرر ينتقم منه بشكل تاني. بيقتل مراته فيولا بدم بارد، وبيسيب جنب جثتها ورقة مكتوب فيها: سبتلك حاجة تفتكرني بيها يا سولدون. سولدون بيرجع البيت، بيشوف مراته على الارض، بيجري عليها صارخا باسمها، بيجس نبضها وبيدرك انها ماتت. هنا سولدون بينهار وبيصرخ: لا، فيولا ماتت، حياتي ماتت معاها، سأقتله سأقتله. سولدون بيطير بسرعة نحو كوراك بحثا عن الانتقام، اللي كان ساعتها بيسرق سفينة قادرة على طي الزمان والمكان للهروب خارج الكوكب. بيقتحم السفينة وبيقول: ده النموذج الأولي للسفينة دي، ما تمش اختراع أي حاجة بدلها، هروبي بيها هيضمن إن مفيش حد هيتبعني بقية حياتي. بيبدأ بتشغيل محرك السفينة وبيبص على الشاشة عشان يتفاجأ بسولدون اللي بيجري نحو السفينة وعلامات الغضب باينة على عينيه. بيبدأ يطير بالسفينة نحو الفضاء، سولدون بيقدر يلحقه في آخر ثواني، بيتسلل للسفينة، بيقتحم قمة القيادة وبيبدأ في الهجوم على كوراك. الاتنين بيتقاتلوا داخل السفينة، معركتهم بدأت تعمل اضطراب، السفينة بتطلق انذار وبتغير وجهتها بدون قصد نحو الارض. قبل ان تتحطم السفينة بكوكب الارض، كوراك بيقدر يهرب منها، بيستخدم عباءته وبيطير متوجها نحو الصحراء. اما سولدون اللي بيتزنق جوه السفينة بيحاول يلاقي اي طريقة للسيطرة عليها، ولكنه بيفشل. السفينة بتتصدم في المية وبتبدأ في الغرق، وبداخلها سولدون. سولدون بيلاقي انه متحصر من كل اتجاه وعلى وشك الغرق، منسوب المياه بيرتفع. سولدون بيكلم نفسه وبيقول: هل هذه هي نهايتي؟ سأموت هنا في كوكب غريب بمجرة غير معروفة، مستحيل اقدر افتح الباب بسبب ضغط المحيط العالي. الموضوع كان هيبقى اسهل لو كنت اتصدمت بالارض، كل اللي عليا اعمله ساعتها اني بيحط ايده على مقبض الباب وبيفتحه، ولصدمته باب الحديد كله بيتخلع في ايده بمنتهى السهولة. سولدون بيستغرب من اللي حصل، بس ما بيسيبش تفكيره يسيطر عليه، وبيسبح بسرعة كالصاروخ نحو السطح. اول ما بيوصل للسطح بيلاقي نفسه في مواجهة اسماء قرش وامواج عاتية، بيقوم بكل سرعته نحو الشط،
بيسبق كل الاسماك اللي حواليه وبيتفادى الامواج بسهوله. بيستلقي على الشط مجهدا وبيفكر ازاي قدرت اعمل كل ده؟ اللي عملته مستحيل لجنسي يعمله. القوة المفاجئة دي اما هلوسة او. قبل ما بيكمل كلامه بيسمع مجموعة من الشباب مقبلين عليه، واحد فيهم بيشاور عليه وبيقول بصوا السكران ده نايم ازاي على الشط، وايه اللبس الغريب اللي لابسه ده؟ بقول لكم ايه، تعال نضايقه شويه. بيقرب منه وبيمسكه من رقبته قائلا استيقظ ايها الحقير، لا يمكنك الجلوس هنا دون ان تدفع الثمن. سولدون مش فاهم هو بيقول ايه لانه مش من الكوكب ده اصلا، بس غرايزه بتقول له انه في خطر وده بيخليه ينفعل. بيقوم وبمنتهى السهوله بيشير الراجل بصباعه وبيرميه هو واصحابه على الشط اكنه ورقه في مهب الرياح. سولدون بيستغرب من قوته المفاجئة، أنفاسه نفسها بقت أثقل. بيبدأ عقله يستوعب اللي حصل. بيشيل مجموعة من الرمال في إيده وبيشوفهم بيتساقطوا قدامه على الأرض، وبيبدأ يقول لنفسه الرمل بيسقط ببطء هنا في الكوكب ده، في عالمي كان هيسقط في جزء من الثانية. أنا هنا أسرع من الريح، أقوى آلاف المرات، عضلاتي نفسها أتقل، وأشعر أن جسدي منيع. غالبا ده بسبب جاذبية الكوكب. الجاذبية هنا أتقل بملايين المرات من جاذبية كوكبي. أنا هنا رجل خارق، لا أشعر بمقاومة الجاذبية، أنا أشبه بسوبرمان. بيبدأ بالجري في الطريق السريع، بيلاقي نفسه أسرع من العربيات اللي حواليه. بينط من مبنى للتاني بسهولة وكل مرة ارتفاعه بيزيد، ده حتى عشان ضغط الهواء ضعيف ده بيديله نظرات خارقة، بمعنى إنه عينيه بتقدر تشوف آلاف الأميال، ومع ذلك لغاية دلوقتي ما يعرفش حدود قوته. بس اللي يعرفه إن الكوكب ده مختلف عن كوكبه. وبكده عرفنا إن نسخة سوبرمان اللي كتبها ستان لي بيستمد قوته من جاذبية الأرض مش من الشمس زي النسخة الأصلية اللي عارفينها. المهم بعد ما بيستكشف قدراته بيفتكر إنه هنا عشان يلاقي كوراك وينتقم لموت مراته. بينتقل من بلدة للتانية وبيقدر يتعلم اللغة الإنجليزية بمنتهى السهولة. بيقول لنفسه دي أسهل لغة قريتها في حياتي، مكونة من 26 حرف بس. على كوكبي الأم لغتنا مكونة من 1000 حرف. في الوقت ده كوراك بيهبط على إحدى القبائل الأفريقية النائية في الغابة. بيخش على رئيس القبيلة وبيقول له لقد جئت من السماء، ده بيخليني إله بالنسبة لكم مش كده؟ رئيس القبيلة بيغضب وبيرد الإله الحقيقي هو اللي بيقدر يهزم جنودي في قتال. كوراك بيضحك وبيرد فليكن ما تريد. بيبدأ في قتال أفراد القبيلة كلهم، بيهزمهم بمنتهى السهولة. بينتزع نخلة عملاقة من الأرض وبيطيح بيهم واحد ورا التاني، اللي بيلمسه بيتأذي بدون جهد منه. بيثبت لكل الموجودين قوته وده بيخليهم يركعوا قدامه ويعلنوا إنه إله. بالفعل بيعيش كوراك وسطهم كالملك، بيشيلوه على السرير من مكان للتاني، بيقدموا له أطيب الطعام. بس رغم الرفاهية اللي هو فيها دي بيقول لنفسه لماذا أحكم مجموعة من الهمج وأنا يمكنني السيطرة على العالم؟ بقوتي الجديدة سأخضع جميع البشر تحت أقدامي، لا أحد سيوقفني بعد اليوم. في الوقت ده سولدون بالصدفة بيمر على سيرك متجول. بيقول لنفسه عشان اقدر اعيش هنا انا محتاج فلوس. بيخش على مدير السيرك وبيعرض عليه يشتغل معاه. بيقول له انه بيمتلك قوة خارقة ويقدر يكون جزء مهم من العرض بتاعه. مدير السيرك بيفتكره كذاب وبيطرده من المكان، بس سولدون بيقول له مش محتاج تديني فلوس غير لما تتأكد من صدق كلامي. بيديله فرصة وبيحين وقت العرض. سولدون بيخش وبمنتهى السهولة بيخطف الأضواء من الكل. بيشيل مجموعة من العارضات بشكل مسرحي على ايده الاتنين وبيقفز بشكل بهلواني من مكان للتاني امام انظار الجميع اللي مستغربين من قوته. بعد العرض صاحب السيرك بيفرح بيه، بيجري عليه متحمس وبيغدق عليه بالاموال قائلا اسف اني كذبتك، ما كنتش فاكر انك تقدر تعمل كل ده، ايه اللي مركبه في بدلتك عشان يخليك بالقوه دي؟ سولدون بيرد ده سر المهنه مش هينفع اقولهولك. في دماغه بيفكر ان من الاحسن انه ما يعرفش صاحب السيرك انه فضائي، فبالنسبه له البشر مجرد بدائيين مش هيقدروا يتحملوا حقيقه ان في غيرهم عايش في الفضاء. بعدها صاحب السيرك بيساله اسمك ايه؟ سولدون بيبص حواليه وبيلاقي اسامي عشوائيه مكتوبه قدامه، زي عربه ايس كريم مكتوب فيها كلارك وبيتر للايس كريم، ويافطه مكتوب فيها شارع باركر ومبنى كنت. بيختار اول اسمين بيقراهم وبيرد كلارك كنت. مدير السيرك بيبتسم وبيرد حسنا يا كلارك لقد وظفتك، حاول ما تتأخرش بكرة، أنا جوايا أفكار كتير قوي هتنقل العرض لحتة تانية، أنا هخليك نجم. سولدون بيجاوبه دون اهتمام وهو بيمشي لا خلاص كده، دي بالنسبة لي كانت مجرد مصلحة طياري أجمع بيها مبلغ أعيش بيه. بعد فترة قصيرة سولدون بيأجر بيت بالفلوس اللي كسبها وبيشتري كمبيوتر وتلفزيون عشان يقدر يعرف أكتر عن العالم اللي هو فيه ويتتبع كوراك بشكل أسرع. كل ما بيعرف أكتر عن الكوكب كل ما بيدرك الحقيقة المرة إن البشر فعلا مجرد بدائيين، مشروعهم الفضائي لسه في أوله، هياخدوا سنين طويلة عقبال ما يخترعوا مركبة قادرة على إرجاعه لوطنه، وده معناه إنه محشور هنا لفترة طويلة. بيتعلم أكتر وبيعرف إن سبب تأخر البشر في علم الفضاء رغم معرفتهم بالقواعد الأساسية هي إن فلوسهم بتروح
السلاح على الأسلحة ومقاومة الجريمة والحروب. هنا بيبدأ يقول لنفسه ربما القدر أرسلني هنا لسبب، ربما جئت هنا لإحداث فارق، قوتي قادرة على إنهاء الحروب والجريمة، ساعتها البشر هيبقى معاهم مليارات لتطوير مشروعهم الفضائي واختراع المركبة اللي ترجعني لوطني لأكرم ذكرى زوجتي اللي ماتت غدرا. سولدون بعدها بيلاقي على الترابيزة مجلات مصورة للأبطال الخارقين كان سايبها المؤجر اللي قبله، بيبدأ يقراها وبيقول لنفسه حسب الكتب دي فالأبطال الخارقين مش بيكشفوا عن هويتهم السرية، لأنهم عارفين إن لو الناس عرفوا هم مين هيصبحوا مطاردين واللي بيحبوهم هيبقوا في خطر دائم، وممكن كمان يتقبض عليهم ويتعمل عليهم تجارب تأذيهم. حسنا، أنا لن أكشف هويتي السرية، مفيش حد في العالم ده هيعرف إني فضائي من كوكب آخر، هقول إن قوتي جاية من بدلتي، إن ده اختراع اخترعته، سواء صدقوا أو لأ مش مهم، لازم أحمي هويتي بأي تمن. في الوقت ده كوراك بيسيب القبيلة اللي هو فيها وبيروح للوس أنجلوس، هناك بيحطم ماكينة صراف آلي وبيسرق كل الفلوس اللي فيها مبتسما، بيمر عبر الحواري والطرق، أي حد بيبصله بصة مش عاجباه بيهينه وبيتنمر عليه، لغاية ما بيظهر قدامه فجأة راجل اسمه دومينيك دارك، كاهن شرير بقدرات سحرية، بيبخر الفلوس اللي في ايد كوراك وبيقول له مع قوتك المذهلة دي لسه بتبص تحت رجلك ومش قادر تشوف الصورة الكبيرة. كوراك بيتعصب من كلامه ولسه هيهجم عليه، دومينيك بيفتح بوابة بعدية وبيقول له تعال معي الآن وسأعطيك ما تريد. في الوقت ده باب سولدون بيخبط، بتخش عليه صحفية جريئة ومتحمسة اسمها لويس لين، بتلقي عليه وابل من الأسئلة، بتسأله عن اسمه، إنها عرفت قصته من السيرك اللي شغال فيه وإيه سر قوته دي، بعدها بتعرض عليه الشهرة والمال في مقابل إنها تكتب عنه قصة في الجريدة اللي شغالة فيها. كلارك بيفكر لثواني، بيقول لنفسه إن الشهرة ممكن تفيده وتدفع كوراك يدور عليه وساعتها هيقدر يحظى بانتقامه، بس قبل ما بيكملوا كلامهم أفراد من الحكومة بيقتحموا المكان رافعين مسدساتهم، بيطلبوا منه اخبارهم بسر قوته وايه التقنيه اللي بيستخدمها. سولدون بيستسلم وبيسيبهم يقبضوا عليه دون رد. لويس لين ساعتها بتتصل بالمحامي بتاعها اللي بيجي وبيخرجه من اسم الشرطه. اثناء كلامهم بتظهر على نشره الاخبار مذيعه بتقول خبر عاجل، الرئيس الصيني تم اختطافه من مجموعه من الارهابيين في لوس أنجلوس أول ما هبطت طائرته على الأرض. الإرهابيين طالبوا بفدية ب10 مليار دولار يتم التقاطهم بطائرة ورميها في مكان هيحددوه، ويجب أن تبعد السلطات عن المكان ده مسافة 500 ميل وإلا سيتم قتل الرئيس. بتسكت لثواني وبتكمل إن لم يتم إرجاع الرئيس الصيني لدولته فورا الصين ستعتبر ده إعلان حرب وستبدأ في استعداد الحرب مع أمريكا. طبعا كلارك بيفكر إن لو بدأت الحرب بين أمريكا والصين ده هيوقف برنامج الفضاء وهيأخروه عقود طويلة عقبال ما تنتهي الحرب، هو مش هيسمح بده ابدا. بيطير خارج النافذة باقصى سرعة، بيتوجه فورا لمقر الجيش الامريكي، بيقتحم المكان وبيعرض عليهم المساعدة. الجيش بيعجب بقدراته وبيقرروا يعملوا خطة لضمان عودة الرئيس الصيني في سلام. الحمولة بدل ما هيتحط فيها 10 مليار دولار فدية هيحطوا فيها كلارك مستخبي كحصان طروادة وهيتم نقله لمكان الارهابيين وساعتها هيقدر ينقذ الرئيس الصيني. الخطة بتتنفذ والحمولة بتسقط من الطيارة على فتحة عملاقة في الارض وبتقفل بعدها. الارهابيين بيفتحوا الحمولة لانهم فاكرين ان جواها فلوسهم، ولكنهم بيتفاجئوا بكلارك اللي بينقض عليهم بكامل قوته. بيدرك ساعتها ان زعيم الارهابيين هو كوراك بنفسه، عدوه اللدود اللي قتل مراته. ده بيخلي كلارك يشتد غيظه، بينقض على كوراك في كامل غضبه، بس قبل ما بيلمسه كوراك بيخلي رجالته يرموله لويس لين، بيمسكها وبيوجه مسدسه عليها مبتسما لكلارك وبيقول اخطو خطوة واحدة وسأقتلها كما قتلت امرأتك. كلارك بيتراجع، بيستسلم امام كوراك وبيخضع على الارض. كوراك بيأمر رجالته يربطوا كلارك بالسلاسل ويكتفوه. طبعا كلارك بيستنى اول ما بيقربوا منه وفجأة بيصرخ بأعلى صوته، بيحطم السلاسل اللي محوطاه في نوبة من الغضب، بينقض على رجالة كوراك متسلحا بذكرى زوجته اللي ماتت، بيسدد لهم عدة لكمات وبيسقطهم على الارض جميعا فاقدين وعيهم. بعدها بيتجه بسرعة نحو لويس لين، بيحررها من اسرها وبيطمن عليها، بيوديها لبر الامان وبيوجه انظاره لكوراك صارخا واجهني يا جبان. كوراك بيفاجئه ببازوكا شايلها في ايده، بيبصله وبيقول له حتى بكامل قوتك دي ده مش هيحميك من سلاحي ايها الحقير. بيطلق عليه قذيفة حارقة لقتله، ولكن كلارك بيتفاداها في اخر ثانية لتصطدم بالحائط اللي وراه مسببة انفجار ضخم. الانفجار بيحطم المبنى بالكامل، اكوام من الحجارة بتتساقط على كوراك اللي ما بيقدرش يتفاداها وبترتدم فوقه لقتله وهو بيصرخ طلبا للمساعدة. بعدها كلارك بيطير بأقصى سرعة تجاه الرئيس الصيني المربوط في ساعة المدينة العملاقة، بيحرروا وبيوصلوا لبر الأمان. الشرطة والعمدة بيتجمعوا حوالين كلارك ليعلنوا انه البطل الاوحد للمدينة، كلهم
كلهم بيحتفلوا بيه، والعمدة بيصيح بأعلى صوته: من النهاردة المدينة ستكون بأمان تحت حماية بطلها سوبرمان. القصة بتنتهي بلويس لين قاعدة مع سوبرمان وبتقول له على عروض وحاجات كتير يقدروا يعملوها عشان تكسبهم فلوس ويصبحوا من أثرياء المدينة. سوبرمان بيبتسم وبيقول لها: الموضوع لسه مخلص، خطة زي دي عمر ما كورك يقدر يفكر فيها لوحده، في حد أخطر وأقوى منه كان بيحركه من خلف الكواليس، لازم نعرف الحد ده مين ونوقفه قبل أن يتمادى. بيسيبها وبيمشي، وراه بنشوف بوابة محطوط عليها يافطة مكتوب فيها كنيسة Eternal Empowerment تحت إشراف دومينيك دارك. سوبرمان بيبص قدامه وبيقول: يا ترى هو مين وازاي هقدر الاقيه؟ وتنتهي قصتنا على كده يا اخوانا. هو ده شكل سوبرمان لو ستان لي اخترعه. انتوا ايه رايكم؟ هل النسخه دي احسن بالنسبه لكم ولا النسخه الاصليه اللي نعرفها؟ انا عن نفسي شايف ان النسخه الاصليه احسن بكتير، بس قولوا لي انتوا رايكم في الكومنتات. وكالعاده ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا. تعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. وبيس.